بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ليلة رمضان، إن شاء الله ربي يبلغنا رمضان لا فاقدين والمفقودين ويغفر لنا ذنوبنا إن شاء الله. جبت لكم اليوم وصفة تاع لي باركات مالحين وحلوين، راح تقدروا توجدوهم بطريقة بسيطة ناجحة 100%، وتقدروا حتى تخزنوهم في المجمد باش تصيبوهم واجدين في لأيام رمضان. إذا دون إطالة تبعوا معايا الوصفة. إذا هنا نحكم 300 غرام تاع مارغرين. تقدروا نتوما ديروا 250 مارغرين، لكن أنا نعطيكم مقادير مضبوطة. إذا هنا من بعد رجعت الميزان تاعي زيرو، نزيد لها نصف الكمية، يعني درت 300 غرام تاع مارغرين، نفسها اللي هي 150 غرام تاع زيت المائدة. كما راكم تشوفوا لهنا، اللي ما عندوش الميزان يستعمل بالعلبة، يعني علبة تاع مارغرين مع نص علبة تاع الزيت. وهنا نعاود نرجع الميزان على الصفر، ونزيد نعاود ندير 150 ماء، 150 غرام يعني. ونزيد ندير شوية تاع الملح ومغرفة تاع السكر. نركز على المغرفة تاع السكر، وهذه نديروها بالنسبة للمالحين وللحلوين. وهنا الإضافة اللي حتعطي لا ديفيرونس هي زوج مغارف تاع خل، زوج مغارف تاع خل. هنا أنا نستعمل اليوم استعملت الميكسور، تقدروا تستعملوا الباتور، راح يعطيكم نفس النتيجة، لكن هنا حافظوا شويه على الميكسور نتاعكم. اذا تخلطوا غير بالعقل كي شغل لا مايونيز حتى تولي عندكم اون موس. شوف هذه هي، يعني راح تجيكم واحد لاباط جد جد رائعة، وراح تقطع لكم بزاف، يعني كمية كبيرة. اذا نعاود 150 غرام تاع مارغرين، 300 غرام مارغرين، 150 غرام ماء، و150 غرام زيت، وزوج مغارف تاع الخل. هنا نقسمها نصف، نديرها لي باركات الحلوين، ووحده نديرها مالحه. اذا هنا نبدا بالمالحين، نبدا نلم بالفارينه كما راكم تشوفوا. طريقة بسيطة أي واحد منكم يقدر يديرها، حتى المبتدئات، وراح تنجح معكم خير من لاباط بغيزي هذيك كلاسيك اللي كنا نديروها بكري. فوالا هنا نبدا نخدم بيدي، ولازم نخلوها ماشي يابسه بزاف وماشي يعني جاريه، كيما لاباط تاع الصابلي. فوالا شوفوا لهنا كيفاش تعرفوا باللي لاباط نتاعكم وجدت. تمسحوا يديكم ومن بعد تشوفوا باللي، شوفوا لهنا تمسحوا يديكم وتشوفوا باللي كي تحكموها تولي ما تلصقش في اليد. فوالا شوفوا تحكموا كرة، تشوفوها طريه، تشوفوا القوام تاعها وما تلصقش في اليد. هذه كي توصلوا لهذه المرحله لاباط تاعكم راهي واجده. هذه بالنسبه لي باركيت ولا لي تارتلات اللي يجوا مالحين، اللي نديرهم لي صالي. نروحوا دركا لي باركيت اللي نديرهم حلوين، وهادو راح نصيبهم كي الحسنه في رمضان. اذا نضيفوا لهم زوج مغارف تاع سكر غلاس يكون مصير، لازم تغربلوه باش ما يبقاوش هذوك الحبيبات، ومغرفه تاع لافاني. تخلطوهم وتنشفوهم بالفارينة. أنا هنا نستعمل الوعاء لأن هذا وعاء صغير، نستعمل الوعاء الكبير شوية، ونشف كيما درت بنفس الطريقة اللي درتها مع لي باركات الملح. على طريقة بسيطة. ها هي لاباط نتاعي هذه الحلوة. شوفوا قلنا باش تعرفوا لاباط واللي ما تلصقش في اليد، وميم طون راهي طرية، ما تخلوهاش تيبس. فوالا نخليو لاباط تريح. تقدروا ديروها الصباح تخدموها العشيه، ولا تخلوها نصف ساعه يعني كافيه. انا نحكم ليمون تاعي. فوالا تخيروا الاشكال اللي حبيتوها. الطريقه بسيطه، ما نحلو لا العجينه لا والو، نديرو بول كيما راكم تشوفوا هكذا ونمشوها. فوالا شوفوا هكذا
تمشوها مليح، ما تخلوهاش خشينه بزاف وما ديروهاش رقيقه حتى تنحرق. فوالا، ركزوا على الاطراف، وهنايا في الوسط عبزوا بالاصبع باش تبقى لاصقه وما تهبط لكمش. فوالا، والزوائد تنحوها. هذه هي بالموس، هكذا تجيكم متحوفين. فوالا، نحكم مول واحد اخر، نتوما خيروا المول اللي يعجبكم. فوالا، هنا ما تخلوهاش خشينه، باه سورتو لي صالي من الاحسن تكون لاباط ماشي خشينه بزاف. فوالا، شوفوا دائما تضغطوا هكذا بالاصابع في الاطراف هكذا، والزوائد نحيوهم بيديكم ولا بالموس. فوالا، هكذا تجي متحوفه. بعد ما نكون كملتهم، هنايا نعاود نضغط كامل في الاطراف بالاصابع باه ما يطلعوليش، وندير لهم بالشوكه بالفورشات، نثقبهم كامل باش ما يطلعوليش. وحتى لو كان يطلعوا لكم في الفور، تقدروا تحلوا الفور وتعاودوا تهبطوهم بالفرشيطه. فوالا، وطيبوهم على نار هاديه، تخليهم بيوضه. شوفوا، ما تحمروهمش بزاف باسكو بعد الحين يزيدوا يطيبوا سورتو بوغ لي صالي. هذه هي، وراح تتحصلوا على دي باركيت من اروع ما يكون. شوفوا الكميه وشحال جاتني، ما شاء الله، وفي وقت قصير ونقيقين، خير ملي تشروهم من برا. هنا نحتفظوا بهم في علبه اذا حبيتوا تخلوهم برا بوغ دو جور ولا 3 جور، سينو ديروهم في المجمد. هنا تحطوهم، ديروا ان بابي ابسوربون وتخبوهم في لي بواط. هنا نغطيوهم ثانيك ونديرهم في علبة محكمة الإغلاق. تقدروا تخليهم لا كنتوا تستهلكوهم في يومين ولا 3 برا، ولا لا كان يطولوا ديروهم في المجمد. تقدروا تخدموا كمية كبيرة. وهادو لي باركات الحلوين تاعنا راح يفيدونا بزاف في رمضان، خاصة بوغ فيغ لي تارت او سيترون، لي تارت كيما دوك راه وقت لي فريز، يجيكم روعة 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 ما شاء الله. نتمنى تكون هذه الوصفة فادتكم. فوالا، وتحصلت على أروع باركات بعجينة ما شاء الله. بسم الله. وهنا شوفوا لاباط كيفاه تتفتت، وراهي فريمون بصة اون فري بات بريزي بطريقة جد سهلة. اذا نتمنى نكون فدتكم بهذه الوصفة. تابعونا في الفيديو القادم، راح ندير لكم وصفة القلب اللوز ناجح 1000% للمبتدئات. استودعكم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بقوا على خير.